السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في قناتي يومياتك مع نونا. زي ما انتوا شايفين حالة البوتاجاز بتاعتي وصلت لحالة صعبة جدا وسيئة جدا. شايفين الدهون والحروق عاملة ازاي فيه. دي طبعا كانت تجربة سيئة جدا. انا جربتها وقلت لازم اقولكوا عليها عشان محدش يقع فيها. بس بقى قبل ما ابتدي واقول لكم القصة دي، يا ريت ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب في القناة، وكمان فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هنا زي ما انتوا شايفين منظر العيون صعبة جدا. آه كنت قاعدة مرة كده على الفيسبوك، فلقيت الشركات اللي هي بتعمل اعلانات عن تنظيف البوتاجازات والعمرة الكاملة والصيانة والكلام ده كله، بيرجعوا البوتاجاز جديد لنج كده. فقلت ايه، مفيش مشكلة ان انا مثلا اتواصل مع حد فيهم يجي يعمل لي البوتاجاز، لان انا بقالي فترة بشتكي من تسويته وكده. وكانت العيون بتاعته بصراحة كانت برضو مش احسن حاجة. المهم تواصلت يعني مع حد من البيدجات دي، ويا ريتني ما تواصلت صراحة. اتفقنا مع بعض على ميعاد، والمفروض ان هو يجي فيه يشوف الصيانة ويشوف، والمفروض ان انا برضو قبل ما بيجي ببعت له فيديو بالتصوير بتاع البوتاجاز، واقول له ايه العيوب اللي فيه عشان هو جاي يبقى عامل حسابه في قطع الغيار اللي المفروض ايه هيعملها يعني وهيصلحها. جه في اليوم اللي احنا اتفقنا فيه، لقيناه جاي مش معاه اي حاجة، ولسه بيكتشف ايه العيوب اللي في البوتاجاز. وبعد كده لقيناه كان جاي ساعتها حوالي الساعة 2. راح استأذن من جوزي وراح قال له طب انا هروح اجيب بس الحاجة واجي على طول، دي ساعة زمن. ساعة زمن دي المفروض يجي 3، جه الساعة 8 بالليل، يعني المفروض ان اليوم انتهى. انت هتيجي تعمل ايه عمرة؟ ايه اللي هتعملها الساعة 8 بالليل؟ طبعًا قعد يعمل في حاجات ويعني اللي هو بُصّي من الآخر كده تلصق، تلصق. وما عملش أي حاجة. كل اللي عمله اكتشفت إن هو جايب زي spray كده بيرش بس العيون بيه علشان ترجع جديدة، اللي هو اللون السيلفر، لكن هو ولا غسلها ولا عمل فيها أي حاجة. الإزاز فكُّه وراح قال لجوزي خلّيها تغسله على بال ما آجي. طب معلش أنت جاي ليه؟ أُمّال أنا طالباك تعمل عمرة كاملة ليه؟ ما أنا لو عايزة أغسله ما أنا كنت غسلته أنا. بس كانت يعني تجربة سيئة جدًا، غير إن هو كمان المبلغ كان عالي جدًا، 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 جدًا. خَد الفلوس بناءً عن إيه أنا مش عارفة. أنا بعد ما هو المفروض إن هو خلّص من الساعة 08:00 للساعة 10، ما أعرفش إزاي في ساعتين خلّص. يا دوبك بس ركّب حاجات كانت، باب الفرن كان مكسور، عمله اللي هو المقبض، شغّل الإشعال الذاتي بس. وفي الآخر خَد المصنعية بتاعته كاملة. والمبلغ فعلًا كان كبير جدًا ومُبالغ فيه، مش يعني مُبالغ فيه لو هو آآ عمل الحاجة دي بس، لكن لو كان عمل فعلًا العمرة الكاملة كان هيبقى السعر مناسب جدًا وكويس جدًا، إن أنتِ بترجّعي بوتاجازِك جديد كأنِك لسه شارياه بالمبلغ ده. بس طبعًا أنا بعد ما هو مشي وجوزي نزل معاه، طلعت برّه بابُص كده، لقيت البوتاجاز ما فيش أي حاجة من النضافة عمل فيها أي حاجة خالص. يعني ساعتها بصراحة أنا زعلت جدًا، قُلت طَب ليه يعني هو ما عندهوش ضمير كده؟ وبعدين يعني أنت مثلًا واخد مبلغ المفروض تعمل بيه، يعني عشان بس ما يبقاش بتاخد حاجة حرام. بس لقيت التركيبات حتى اللي جابها مش أصلية زي ما كان بيقول. العيون زي ما هي سابها لي، المفروض كان يجيب قطع غيار جديدة. بس فساعتها صراحة يعني قُلت لأ، المفروض إن أنا فعلًا ما كنتش أثق في حد على النت. ودي كانت فعلًا تجربة سيئة جدًا، وقُلت بجد لازم أعمل بيها فيديو وأنبّه أي حد ممكن يفكّر إن هو يجيب حد زي كده، إلا بقى لو حد جرّب حد فعلًا وكان موثوق فيه وشاف شغله قبل كده فعلًا. غير كده لأ، ما تجيبيش حد يعني. يعني أنتم زي ما أنتم شايفين هنا في الفيديو أنا فكيت البوتاجاز فعلًا من أوله لآخره. غسلته الحمد لله كويس جدًا، ربنا قدّرني. هو طبعًا كان يوم شاق جدًا بالنسبة لي ومُتعب،
لإن أنا كنت صراحة متّكلة على إن أنا لأ هاجيب حد من الشركة ينضّفه لي، فكنت إيه باتّكل إن أنا بقى إيه ما انضّفوش كل يوم، عمّالة أقول إيه لأ خلاص اللي هييجي ينضّفه لي. فطبعًا لمّا سِبته كده كوّن عليه دهون كتيرة، وطبعًا ابتدت تتحرق، فلزقت بقى في البوتاجاز ما بقتش ترضى تطلع يعني بكل سهولة. بس طبعًا زي ما أنتم عارفين أنا يعني في الدهون باستعمل مستر شاهين، وبصراحة ده منتج حلو جدًا، أنا جرّبته معاكم في أول فيديو عملته، فيديو الشفاط، لو ما شفتوهوش يا ريت تخشوا تشوفوه، هيعجبكم جدًا، بيطلّع الدهون بكل سهولة. حتى هنا زي ما أنتم شايفين صاج الفرن أهو كان برضه فيه حروق كتيرة أوي، والحمد لله يعني طلّع منها نسبة 80% زي ما أنتم شايفين كده. ف يعني ده كل اللي أنا كنت عايزة أوصّله لكم، إن أنتم ما تغلطوش غلطتي، أنا حاسة إن أنا برضه أنا غلطانة، ما كانش ينفع إن أنا أثق في حد. والحمد لله يعني على كل اللي ربنا يجيبه، دي أكيد يعني كان ربنا بيفدينا بحاجة، أكيد الفلوس دي كانت اتصرفت في حاجة تانية، بس يالّا الحمد لله يعني. بس وطبعًا الستانلس أنتم برضه عارفين إن أنا الستانلس بانضّفه بالبوتاص، وزي ما شُفتوا برضه كنت عاملة بيه فيديو الحِلَل، والحِلَل الحمد لله رجعت زي ما أنتم شُفتوا في الفيديو كده، واللي ما شافش الفيديو كمان يخش يشوف فيديو الحِلَل، بترجع جديدة زي كإنِّك مطلعاها كده من الكرتونة. هنا بقى عايزة أقول لكم على حاجة، كنت باغسل العيون زي ما أنتم شايفين، طبعًا هو كان رشّشها مش عارفة هو رش سيلفر كده، جيت أطلّع منها الدهون لقيتها مش عايزة تطلع، يعني المشكلة إن هي كمان ما بقِتش عايزة تطلع، بس فقُلت إن شاء الله يعني مرّة على مرّة مع متابعة الغسيل فيها بإذن الله هاحاول إن أنا إيه أرجّعها زي الأول وأحسن. طبعًا كان دعكها كان صعب جدًا، ما وصلتش يعني أنا ساعتها ما وصلتش ل100% نضافة بصراحة، فقُلت يالّا مش مشكلة هابقى أشوف لها يعني وصفة قوية كده أو كويسة إن أنا إيه أنضّفها بيها. هو بُصّوا أصلًا برضه مطلّعة يعني المَيّة طالعة زي يعني سودا كده من كتر الحروق اللي كانت فيها. أهو كده خلاص أنا خلّصت كمان العيون، هاسيبهم بقى يتصفّوا كده، وبعد كده أرجع إيه أكمّل لكم عملت إيه في البوتاجاز. ما تنسيش بقى اللايك والاشتراك، وكمان فعّلي زر الجرس عشان يوصلِك كل جديد مني، وعايزاكم كمان تكتبوا لي كومنتات تقولوا لي إذا كنت أنا غلطانة والّا لأ في التصرُّف اللي أنا عملته. خلاص تمام كده أنا خلّصت، ده كان آخر حاجة وصلت لنضافة البوتاجاز الحمد لله هو زي ما أنتم شايفين يعني وصل لحوالي 90% نضافة الحمد لله، بإذن الله إن شاء الله أوصل لل10%. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.